ناخد بالنا بس عشان بيبقى سخن جدا ومحتفظ بالحراره. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جميل ازاي. شايفين اللحم عامل ازاي، واخده بقى اللون الذهبي من غير ما اشغل عليها الشوايه. بصوا شايفين، والحته دي بقى مليانه دهون ومنزله، بصوا الدهون بتاعتها جميله خالص. يلا بقى ننقلها للفته. بصوا معايا على الحلاوه، بصوا سامعين صوت؟ شايفين الحلاوه، العظمه اللي اتشالت دي خالص واللحمه طلعت منها. بصوا جميله، هتنفع معاكم في احلى عزومات وبألف هنا وشفا على قلبكم. وبس كده، الاكله الحلوه دي مش محتاجه غير الناس الحلوه اللي هتعزموها على احلى فتة كتف ضاني معمول في الفرن من غير بهارات كتير. طعم اللحمه واضح وجميل. بصوا العظم بيطلع منها على طول، يعني مش محتاجه خالص. اما يجيلي كتف حلو قوي كده بالشكل ده، ابقى عايزه اعمل بيه كذا حاجه، بس ما يجيش في بالي اكتر من ما ضيعش طعم اللحمه. ما احطش بهارات كتير، احط عليها بهارات بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين الكتف مش كبير، بس انا هعمله لكم النهارده بطريقه تحفه تحفه تحفه. يلا بينا نشوف. اول حاجه هنعمله تتبيله بسيطه، احنا عايزين نحافظ على طعم اللحمه بتاعتنا، وممكن تعملوها بكذا طريقه. ممكن تكسروه خالص، بس انا خليته يكسرهولي حاجه بسيطه علشان لو تنيته او حاجه يبقى سهل معايا، علشان اللي مش عنده مثلا صينيه تكفي، اللي مش عنده طريقه يعرف يعملها بكذا شكل. عندي اول حاجه هنا بصل مفروم صغير زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. انا عايزه التتبيله تبقى سهله وبسيطه متوفره عند كل الناس. هنحط عليها تقريبا ربع كوبايه من عصير الطماطم، او ممكن كمان صلصه، يعني على حسب المتوفر او اللي انتوا حابينه. انا عايزه الطماطم تفتح لي انسجه اللحمه. وبعد كده عندي هنا ملح، اوكي، وفلفل اسود، كتر كده الفلفل الاسود، اللحمه بتحب الفلفل. واخر حاجه رشه بسيطه من السبع بهارات، مش عايزه اكتر عشان عايزه احتفظ بطعم اللحمه. واخر حاجه عندي هي الزيت. وكده التتبيله بتاعتي بقت جاهزه. البصل عندي اتبل بالبهارات والملح والفلفل والزيت. يلا كتف عندي بالشكل ده بقى هنتبله بقى باللحمه بالبصل والطماطم. نحط كده، انا عايزه اللحمه تفضل ليها طعمها اللذيذ جدا. انا عملت معاكم قبل كده طرق للحمه الضاني، طريقتين، طريقه على اللي هي طريقه الشيف براك اللي هي اللحمه بتدوب، ودي برضو انا هعملها ان شاء الله تكون بتدوب. وبصوا افتح كده اللحم وادخل فيها واحط فيها البصل. الناس اللي خايفه ان البصل يتلسع معانا في الفرن، لا ما تخافوش، ان شاء الله مش هيتلسع، بالعكس هيدينا طعم حلو قوي. وكمان هو لما بيكرمل كده مع الحاجه المشويه بيديها طعم لذيذ قوي. كده الكتف بقى عندي جاهز. عندي هنا بصوا هحطه في الورق الحراري او الاكياس الحراريه دي، بتسهل قوي. ممكن بدلها ان احنا نحط ألمنيوم فويل، وكمان نحط ورق زبدة قبل الألمنيوم فويل علشان يسرع لنا من عملية السوى. انا دلوقتي بتبل الوش التاني، بحط كده بظبط البصل بتاعي بقى عشان هحط خلاص كده ان شاء الله الكتف عندي هنا كده. هروح حطاه في قلب الكيس، ممكن نفرده، ممكن نسيبه متني زي ما تحبوا خالص يعني، او زي ما يجي. هو جه عندي اهو متني حاجه بسيطه كده، بقى جاهز عندي الكتف. كمان على الوش شويه زيت علشان يتغلف معايا ويديني اللون الاحمر. وكمان هحط معاه ورق لورا وفصين حبهان.
ده اختياري، لكن اللي مش بيحب الحبهان ما يحطش. لكن ورق اللورا لذيذ جدا وهيديله نكهه جميله جدا. اهم حاجه بقى واحنا بنقفل الكيس الحراري، بصوا اهو بقى عندي الكتف بالشكل ده. بقفل بقى الكيس الحراري، ممكن اعقده على طول او يبقى معاه كده ورق سهل ان احنا نقفل بيه، بس انا بحب اشيل على طول واروح عامله كده عشان اللحمه عندي تستوي وتاخد. بصوا من ناحيتين فيها التتبيله، هديها بس تغرستين كده. حطيت الكتف هنا كده في صينيه عندي، وهعمل بالسكينه هنا كده عشان بصوا من فوق كده، عشان لو نزل فيش وعشان ما يفرقعش معانا الكيس. يعني هي بس حتتين كده وخلاص. وانا سخنت عندي الفرن على اعلى حاجه خالص، هدخلها اول ساعه او نص ساعه كده على حسب درجه حراره الفرن عند كل واحد. وبعد كده هدي النار، هخليها على 180 160 لحد ما يستوي عندي وياخد اللون الحلو. حطيتها كده على الرف الاقرب الرف التاني، يعني اللي هو اقرب للصاج، وكمان شغلت عليها المروحه علشان تبتدي تدخل في السوا. ده العيش انا قطعته مربعات كده بالشكل ده بسكينه او بالمقص، هينفع معاكم قوي. ممكن احمره في الاير فراير او ممكن في طاسه بشويه زيت كده، وكمان ممكن نعملهم في الفرن نرش عليه زيت بالشكل ده، وممكن نرش عليه اختياري ملح وكمون. لو عايزينه يبقى ساده مفيش اي مشكله، انا عملته ساده، حطيت بس عليه رشه زيت وغلفته كويس قوي بالزيت، وهدخله يتحمص عندي عشان يكون جاهز. نبدا بقى نعمل رز الفته الابيض. هنحط حله يا دوب بس تسخن، هننزل عليها السمنه والزيت. نزلت السمنه، هنزل بقى الزيت. لازم مع السمنه زيت في الرز علشان ما يجلدش عندنا. لو قعد كده الزيت يخليه فيه لمعه وما يبقاش مطفي وما يلزقش. الرز عندي مغسول، هنزل كيلو الا ربع. كل اللي بنعمله بقى الرز الابيض كده بنغلفه كويس جدا. كل ما بيتحمر معانا الرز مش بيعجن، وان شاء الله بيطلع معانا زي الفل. الرز الابيض بقى بتاع الفته مش بيحتاج اي حاجه خالص غير شويه ملح وفلفل فقط، وبيكون جاهز معانا من غير بقى شعريه. في ناس بتحب تعمله بشعريه، لكن الفته الاصليه بتتعمل بالرز الابيض. بصوا كده العيش معايا بقى زي الفل. بصوا بيقرمش ازاي، طالع معايا جميل خالص وما خدش دقايق. نكون شاطرين بالايد التانية على طول في حله. هنعمل بقى صلصه الفته. هحط شويه سمنه كده، معلقه من السمنه ومعاهم شويه زيت برضو، وفي نفس الوقت بحمر الرز بتاعي. هبتدي بقى اقلل النار عليها لدرجه حراره 160 180. هي كده قعدت تقريبا 40 دقيقه على اعلى درجه. نزل عندي بقى بمعلقه من الثوم كده كبيره مهروس. احمر بقى الثوم عندي، ناخد بالنا عشان الثوم بيطرطش كده. هنحمر عندي الثوم لحد ما يبقى لونه دهبي. هننزل بقى ربع كوبايه كده تمام قوي. هنبتدي بقى ننزل على الثوم والخل الصلصه. هنحط 3 معالق كبار من الصلصه. نحط كمان شويه من البهارات، 7 بهارات. دي بقى ايه اختياريه، والحاجات كده اللي بتخلي طعم الصلصه مميز كل بيت عن بيت. وكمان رشه من الكمون، رشه بسيطه جدا. هنزل عندي بعصير الطماطم الفريش على حسب بقى ما انتوا عايزين قد ايه. حاطين كمان على الصلصه معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه، تعادل الحموضه اللي بتبقى في الطماطم. كده بقى اخر حاجه عندي هنزل السكر الملح. نزلت السكر والملح، شويه من ال7 بهارات،
والصلصه طبعا بصوا لونها جميل ازاي قبل كمان ما الصلصه تتسبك معايا. انا بصوا بجهز كل ده واللحمه في الفرن علشان استغل وقته ويبقى الحاجه طالعه معايا كلها مع بعض مستويه كده. بتعملوا احلى فتة توم بخل، طعمها بيبقى خطير. الصلصه دي بتبقى طعمها جميل لما كمان بتستوي. طبعا علشان انا ضربه الطماطم اللي في الخلاط بشويه صغيرين جدا من الميه يعني متقلاها، فطلع معايا السمك تقيل من الاول. يعني انا هديها كام غلوه وهسيبها، وقبل ما اللحمه تستوي هكمل السوا بتاع الصلصه وكمان هشرب الرز علشان يبقوا معايا الاتنين جاهزين. طبعا الفلفل الاسود بنحطه في الاخر خالص. ده بصوا الصلصه خلاص كده تقريبا شبه اتسبكت خلاص. هقفل عليها والرز كمان قفلت عليه، ناقص بس يتشرب. يعني انا حمرته كويس وسبته عشان هسويه اول ما اللحمه تكون خلاص دخلت في ان هي قربت تطلع اسويه على طول. وبصوا بقى الصلصه بتاعتنا ريحتها تجنن، الثوم والخل وشويه البهارات عاملين ريحه جميله جدا. بعد ما اللحمه استوت على اللي تحت قلبتها وحطيتها كامل سوا. اللي اتحرق ده مش هي، يعني ده الكيس. اوكي هي كده اخدت اللون الذهبي وقلبتها الناحيه التانيه. وبعد كده بقى هبتدي اشغل بقى على الرز، هخليه تاني يرجع يسخن كويس عشان اشربه الميه. الرز انا مش هحط له اي حاجه غير شويه ملح وفلفل بس، وهقلب بقى الملح والفلفل بيديله كده نكهه حلوه. الفلفل الاسود برضو بيديله نكهه جميله. ريحة الكتف قلب ريحة الشقة هي وكمان الصلصة. كده الرز سخن، هنزل عليه بقى بالمية. بصوا لازم المية تغطيه ويبقى اعلى منها بعقل. وطبعا في الوقت ده بندوق ممكن الملح بتاعه لو عايزين نزود شوية ملح. بنغطي على الرز اهم حاجة وبنسيبه على نار عاليه لحد ما ياخد غلوتين. بعد كده بنوطي عليه خالص على اهدى نار ونسيبه لمده من 10 دقايق لربع ساعه. ما بنفتحش عليه الغطا خالص علشان يفضل محتفظ ببخار الميه ويستوي. هحضر الصينيه بتاعت التقديم. انا هستخدم الصينيه الستانلس دي، بتبقى حلوه قوي في التقديمات برضو على حسب العدد بنستخدم الصينيه. وعندي صينيه الالومنيوم دي علشان هحط فيها خليط الرز والفته، بيدي تقديمه شكلها حلو قوي. بناخد مقاسات الصينيه تبقى على قد الصينيه بالشكل ده، ونعمل حساب ان هي يبقى فيها شويه علشان الكتف لما يجي كمان. عندي بقى طاسه هعمل فيها بقى الطشه اللي هنحطها على العيش. هنزل اول حاجه زيت، والرز كمان استوى عندي. بصوا عشان بس لسه سخن، حلاوته يا جماله. هحضر بقى الطشه. حطيت في الزيت اول ما سخن الثوم وهسيبه بقى لحد ما يبقى لونه ذهبي. انا مشغله كده على الصلصه، هسيبها بقى تسخن كويس جدا علشان لما اجي اقدم انا كده كمان جهزت عندي الرز والطشه بعملها. الصلصه كمان اهي ابتدت تسخن عندي، يعني الاكله كلها بقت جاهزه. عندي بعد ما اتحمر كويس نزلت عليه ربع كوبايه او حبه كده من الخل وحبه من الميه، وهسيبهم يغلوا كده عندي علشان نعمل الشوربه اللي هنحط فيه العيش عندي عشان يبقى جاهز. وهرش عليها بس شويه ملح وشويه صغيرين جدا من الكمون وشويه من الكزبره عشان الطشه تبقى جاهزه عندي. رشه الكزبره بصوا كده بقت جاهزه عندي. ريحتها بقى خطيره. بعد ما بقت جاهزه عندي كده هجيب عليها كمان حبه كده من الصلصه. شويه الصلصه دول بقى هيدوها قوام حلو وريحه بقى وطعم خطير. بصوا كده ده الصوص اللي بيعمل طعم جميل قوي للفته اللي بالخل والثوم. يلا كده بقى نجهز الطبق معانا. بصوا اول حاجه عندي اهي العيش المحمص. بصوا سامعين؟ هنزل عليه بقى شويه حلوين كده من الطشه اللي احنا عملناها.
وهنسيبه كده ايه عشان يطرى. طب في ناس هتقولي طب ليه احنا بنطريه بعد ما ننشفه؟ علشان ياخد طعم التحميصه الحلوه، وعلشان كمان لو عايزين تزينه بيبقى ليه طعم احسن كتير من اللي بيكون طري. هسيبه بقى شويه عقبال ما ارتب الطبق بتاعي. شايفين الرز جميل ازاي والحبايه كده متغلفه كويس قوي. هحط اول طبق اهي الرز. حطيت الطبقه الاولى في الصينيه اللي انا قلت لكم عليها عشان لما اجي اقلب تتقلب معايا بكل سهوله. وهساوي كده الصينيه الرز على حسب كمان عايزين يبقى العيش تحت ولا فوق. انا بحبه يبقى تحت. هوريكم هعمل ايه. بصوا بسويها كده وكده الرز عندي بقى جاهز. كده بقى هنزل على الرز العيش. مرصيت العيش بالشكل ده هحط عليه برضو شويه من الصلصه. الناس اللي بتحب الصلصه بقى هتحب قوي الحركه دي. هنخلي الصلصه تشرب، العيش يشرب من الصلصه، وكمان يدي طعم جميل قوي للفته. كده تمام قوي. بعد كده بقى هنجيب الصينيه اللي احنا اتفقنا عليها وهنيجي بسم الله نسيبها بقى شويه عشان تاخد على الوضع بتاعها. كده ده الكتف بعد ما استوى عندي. هفتحه بقى معاكم. يلا ناخد بالنا بس عشان بيبقى سخن جدا ومحتفظ بالحراره. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا جميل ازاي. شايفين اللحم عامل ازاي. بصوا شايفين اللحم طالع من العظم ازاي، مفصول عن العظم يعني يا خبر. واخده اللون الذهبي، واخده بقى اللون الذهبي من غير ما اشغل عليها الشوايه. بصوا شايفين والحته دي بقى مليانه دهون ومنزله. بصوا الدهون بتاعتها جميله خالص. يلا بقى ننقلها للفته. كده دي بعد ما اتقلبت. بصوا شايفين الرز ما شاء الله الله اكبر. هنحط ايه بقى؟ هنحط شويه من العيش يعني على حسب الرغبه. العيش الناشف بقى تزيين بس. بعد كده هحط الصلصه. الصلصه بقى على حسب عايزينها تبقى كتير ولا لا. بصوا بقى على الكتف بعد ما اتحط على، بصوا دايب ازاي. بصوا اللحمه موزه. بصوا شايفين الحلاوه. بصوا بتدوب. وقعد في الفرن بس 2.5 ساعة على حسب برضو حجمها. هي كان كتف صغير، لكن لو كتف اكبر من كده ممكن يقعد ل3 ساعات ونص كمان. بصوا شايفين. بصوا اللحم بصوا دايب ازاي. بصوا طالع من العظم ازاي. بصوا شايفين اللحم. شايفين من جوه واخد تحميره حلوه جدا جدا من بره. وبصوا هي الموزه اتفكت عنها من كتر ما استوت. حلاوه بقى الاكله الجميله دي. وبس كده الاكله الحلوه دي مش محتاجه غير الناس الحلوه اللي هتعزموها على احلى فتة كتف ضاني معمول في الفرن من غير بهارات كتير. طعم اللحمه واضح وجميل. بصوا العظم بيطلع منها على طول يعني مش محتاجه خالص. بصوا معايا على الحلاوه. بصوا سامعين صوت شايفين الحلاوه. العظمه اللي اتشالت دي خالص واللحمه طلعت منها. بصوا جميله. هتنفع معاكم في احلى عزومات وبألف هنا وشفا على قلبكم.